ازاي تتعاملي مع برود وتجاهل رجل برج الاسد؟ هدير، رجل الاسد، انا وهو كنا مع بعضينا في علاقة وكنا بنحب بعض جدا، او هو كان مصور لي ان هو كان بيحبني جدا. بعد اهتمام جامد جدا جدا جدا، مرة واحدة بدأ يتبرد عليا، مرة واحدة بدأش يرد على الرسائل بتاعتي، مرة واحدة بدأ ان هو ما يتكلمش معايا. قرر كده من نفسه لوحده من دماغه ان هو ما يتكلمش معايا تاني. اتصرف ازاي يا هدير؟ طيب، احنا هنتكلم النهارده عن الموضوع ده، وهقولك ازاي تتصرفي مع راجل برج الاسد، لان راجل برج الاسد من الابراج اللي بترجع. اوكي، بس ليه طريقه معينه كده في التعامل معاه. لو انت اتعاملتي زي ما انا هقولك كده، اوكي، اضمني 100% ان هو هيرجع. اتعاملتي بقى باسلوب تاني وبطريقه تانية وحسستيه ان انت واحده ميته، اوكي، انسي ان هو يرجع، انسي. انا هدير، ودي قناتي على اليوتيوب، قناتي معاكم هدير، الخاصة بالكلام عن التنمية البشرية والأبراج وكل ما يخص اللايف كوتشنج والشخصيات. هتلاقوه هنا على القناة. عايزاكم تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وضروري جدا انكم تتفرجوا على الفيديو ده لآخر حاجة، علشان كل كلمة فيها تكون يعني مهمة جدا لكل الناس المهتمية برجل برج الأسد. هكشف لكم كتير جدا جدا عن الشخصية دي، ايه اللي بيحبه، ايه اللي مش بيحبه، ازاي تتعاملي معاه، ازاي تتكلمي معاه، ازاي طريقتك تبقى معاه. الكلام ده كله انا هتكلم فيه النهارده. فكركم بالاستشارات، اي حد عنده اي استشارة، اي مشكلة عاطفية، اي حاجة سواء كانت زوجية او عاطفية او حبيبك بينفض لك، اي برج، تقدروا تتواصلوا معايا على الانستجرام، هنا انا هحطه لكم. تخشوا تحجزوا استشارة، والاستشارة بتكون عبارة عن مكالمة مدتها ساعة. اوكي، انا اللي بكلمك بنفسي، تمام؟ وبتحجزي الاستشارة، بتكلميني او انا بكلمك، بتحكي لي مشكلتك، ومنها هقولك على نصايح وخطوات عشان نحللك المشكلة العاطفية بتاعتك. تمام؟ تقدروا تشوفوا الريفيوز بتاعت الناس اللي خدت معايا استشارات على الانستجرام في الهايلايتس. تقدروا تخشوا تبصوا بصه كده على النتائج المبهره اللي انا حققتها مع الناس، الحمد لله رب العالمين. طبعا ده فضل ورضا من عند ربنا اولا. مش بقى على رجل برج الاسد. بالمناسبه الاستشاره بتكون شامله طرق الجذب والتخاطر. اتكلمت كتير جدا عن التخاطر، وان التخاطر عباره عن شيء قوي جدا جدا عشان تقدري تجذبي الشيء اللي انت عايزاه. مش راجل بس، تقدري تجذبي اي حاجه انت عايزاها في حياتك، سواء فلوس، سواء عربيه، سواء اي حاجه من الحاجات الدنيويه يعني. اوكي، كل ده بيكون جوه الاستشاره. اكيد الاستشاره بتكون مدفوعه، تمام، بس بتحجزي مع الادمن في الانستجرام، وان شاء الله بيتحدوا لك ميعاد وبتتواصلي معايا شخصيا ان شاء الله، ومشكلتك هتتحل. يلا بينا على رجل برج الاسد اللي جننا يا هدير، اللي شايف نفسه يا هدير. الكلام ده كله هتكلم فيه. يلا بينا على الفيديو. معاكم هدير. رجل برج الاسد، وما ادراكم ما رجل برج الاسد. رجل برج الاسد زي ما احنا عارفين ان راجل برج الاسد من الابراج الناريه، واتفقنا قبل كده وقلنا ان راجل الاسد او الابراج الناريه عامه هي ابراج عصبيه، ابراج حاميه، ابراج من اللي هي عصبيه جدا، عندها حته العصبيه دي جامده قوي. ما بيسمحوش ان اي حد ممكن يتكلم بطريقه مش كويسه معاهم، او بطريقه مش حلوه معاهم، او يحسسهم ان هو مثلا انا اللي ليا فضل عليك والكلام ده. نرجسي جدا راجل برج الاسد. طبعا انتوا عارفين يعني ايه نرجسي. نرجسي يعني عنده الايجو بتاعته عاليه قوي، اوكي، وفي حته انانيه، يحب ياخد ما يديش. اوكي، طبعا في انواع من رجل برج الاسد. في نوع منه استغلالي، نرجسي صرف، يتعرف على ست من هنا، يسحب طاقتها، يسحب فلوسها، يسحب مركزها، ياخد منها الاضواء. اذا كانت هي مثلا داخله في موضوع مثلا على السوشيال ميديا او اي حاجه فيها كده، يحب ان هو لا هو اللي يظهر في الصوره. راجل الاسد من الابراج اللي دايما بتحب الشو، بتحب ان هو يبان وانا وانا وانا، واخد قلم في نفسه جامد جدا.
اوكي، الموضوع ده لازم نكون فاهمينه جدا جدا جدا. راجل الاسد من الابراج اللي واخده الم في نفسها، ودايما انا الكينج، وانا اللي ما حصلتش، وانا اللي رحت، وانا اللي جيت، وانا والكلام ده كله احنا عارفينه. اوكي، فزي ما قلت راجل الاسد عشان علاقتك تستمر معاه لازم من اسلوبك معاه يكون في حته التعظيم. لازم، عشان هو الايجو بتاعته عاليه، وعشان هو شخص بيحب دايما المجاملات، يحب دايما ان انتي تشوفيه راجل، تشوفيه ديك البرابر، تشوفيه الشخص اللي ما حصلش في الكون، اللي ما جاش منه اتنين، اللي لا يقبل المقارنة. ايه ده، ايه الجمال ده يا عم، يا نهار ابيض ازاي ده حصل. راجل الاسد عشان علاقتك تفضل حلوة معاه لازم تشوفيه هيرو، لازم يشوف في عينك ان انت هيرو، لازم يشوف في عينيكي ان انت شايفاه حد واو واو، انت المنقذ، انت سوبرمان. اوكي، فدي من الحاجات القوية جدا اللي بتنفع جدا مع راجل برج الاسد. طيب، ده لو راجل برج الاسد من الشخصيات السوية. في راجل اسد تمام مش كويس خالص، حد بيكون مغرور جدا، حد بيكون واخد في نفسه ألم شلوت مش ألم. اوكي، الشخصية دي بيكون لازم لها ان انت تتعاملي معاه بطريقة بقى تانية خالص. ازاي؟ التجاهل. التجاهل بيموت راجل الاسد، بيموته حرفيا، بيذبحه. لما يجي يتعرف عليكي في الاول و... ويحصل زي كونكشن او حاجة زي كده، يعني ترتبطوا ببعض مثلا او كده، ويبدأ ان هو بقى يستهبل، وتشوفي بقى حتة الاستغلال، وتشوفي حتة ان هو دايما عمال يسحب منك ويعيش دور السيد عليكي، واعملي وما تعمليش، وروحي وما تروحيش، وسوي وما تسويش، وهو اصلا ما فيش حاجة بينه وبينك رسمية. اوكي، وعمال يتأمر على فراغ. تمام، لا هنا ساعتها انت لازم ان انت تتحكمي في عواطفك. لازم لازم لازم. ليه؟ لان راجل الاسد ليه استراتيجية زيه زي باقي الرجالة في الاول خالص، ان هو في الاول لما بيجي بيهتم بيدلق دلقة بنت كلب، يعني سوري في اللفظ، بيدلق الدلقة الفظيعة. عارفين راجل الحمل لما بيجي مثلا بيعجب بواحدة، شايفين الاهتمام الفظيع يعني هتحسي ساعتها ان هو ملوش غيرك في اليوم، ما بيشتغلش، ما بيروحش في حتة، انتي بالنسبة له كل حاجة، انتي اولوية. ده في بداية العلاقة. في بداية العلاقة هتحسي ان هو انت ما عندكش حاجة غيري ولا ايه. هيوصلك لمرحلة الزهق من كتر ما انتي عايشة في الوهم، ومن كتر ما انتي عايشة في ان انتي خلاص حياتك مش هتمشي من غيره. هو هيحسسك بده. اوكي، فلا، انا مش عايزاكي تقعي في الموضوع ده خالص. انا عايزاكي لازم تكون في، يعني لازم يكون في توازن من دماغك، اللي هو اوكي هو بيهتم بيا وكل حاجة، بس لازم العقل يشتغل سيك. انتي حبيتيه، هو غير فيكي كتير، وحسسك بالحب، وحسسك بالرجولة، وحسسك ان هو الشخص الفظيع. بس اعرفي ان مفيش علاقة زي دي تستمر. مفيش واحدة يا جماعة هتستمر في علاقة وردي وردي طول الوقت. لو انتي حاسة او فاكرة انك انتي هتفضلي في علاقة وردي وردي، دي مش حقيقة. الحياة فيها مشاكل، الحياة فيها حاجات كتير لازم انك تمر بيها. تمام، خصوصا مع الشخص اللي انتي بتحبيه او اللي انتي مرتبطة بيه لازم يحصل مشاكل. الحاجة الكويسة انك انتي ازاي تقدري تتغلبي على المشاكل دي. رقم واحد، لازم تعملي لنفسك كرامة. دايما دايما بنادي بالكرامة. الكرامة هي المفتاح، هي المفتاح بان انتي تملكي كل شيء. انتي المركز والكل بيلف حواليكي. ده مفتاح اي شيء في الكون في الدنيا، ان يكون عندك كرامة. والله انت مبقتش تتكلم معايا وتجاهلتني وتيجي بقى تتحجج. مشكلة راجل الاسد عنده الحتة دي قوي، والابراج النارية وكل الرجال. انا اهلي تعبانين، انا ابويا ضربني، انا ابويا طردني من البيت، انا عندي مشاكل، انا عندي ضغط، انا عندي تعب، انا عندي، انتي مش حاسة بحاجة. طب اشمعنى المشاكل دي ظهرت يعني دلوقتي؟ يعني هل انتي واحدة عاقلة؟ خليكي ذكية.
يعني في بدايه علاقتي بيك ما كانش فيه ابويا ولا كان فيه اخويا ولا كان فيه جدي ولا كان فيه ابن عمي، والحاجات دي كلها ما كانتش موجوده. كان فين الموضوع ده من الاول ساعه لما عرفتني، وساعه الاهتمام الفظيع الغزير اللي انت كنت بتديهوني؟ كان فين؟ ما كانش موجود. ليه؟ لان هو ما كانش محسسك بحاجه، هو كان عايزك، هو كان بيكتشفك، هو كان شايفك حاجه جديده في حياته، فكان عمال يكتشفك، فما كانش محسسك ان هو عنده مشاكل. جت المشاكل ظهرت امتى؟ لما بدأ يزهق منك، لما بدأتي انتي تهتمي، لما بدأتي انتي اللي تديله طاقة من عندك قوية واهتمام واتنشن، لما بدأتي تتنازلي عن حاجات ما ينفعش ان انتي تتنازلي. طبعا انتوا فاهميني، فاهمين انا بتكلم عن ايه. ما ينفعش ان انتي تتنازلي عن اي حاجة، سواء فلوس، سواء مشاعر، سواء اي حاجة لأي راجل، الا لما يقدم. هتقدم لي ايه؟ انت هتديني ايه عشان اديلك؟ لازم تديلي عشان اديلك. الانثى جهاز استقبال، الراجل جهاز ارسال. استقبال، ارسال. ما ينفعش انتي تكوني جهاز ارسال، غلط كده. انتي وقفتي نظام الكون، وقفتي نظام البشرية كده. انتي هتعملي خلل في التوازن الكوني والنظام بتاع ربنا اللي خلقه. فانتي لازم ان انتي تفهمي انتي ايه في الحياة. انتي انثى، الانثى بتستقبل اهتمام، بتستقبل حب، بتستقبل عواطف حلوة وجياشة، بتستقبل كل حاجة حلوة في الدنيا. بناء عليه انا كأنثى هقدم لك بقى، هرسل لك. مادام هستقبل منك فانا هرسل لك اي حاجة انت عايزها، بس اشوف منك الاول تضحية او اشوف منك حاجة هاخدها. لكن طبعا الحاجات الكتير ان الستات بتقع فيها، اللي انا بشوفها في الاستشارات الصراحة، واللي انا حزينة كل الحزن باللي انا بسمعه، ان عينة راجل برج الاسد وغيره ان هما بيستغلوا الست بطريقة فظيعة. يعني الستات اللي بتروح تجيب هدايا، انت ليه بتجيبي هدايا؟ يعني انا عايز اسالك سؤال، هل هو اداكي؟ هل هو يعني في نوع كده من الستات بترشي الراجل عشان تديني حب. انا هرشيك، انا هديك فلوس، انا هشتري لك عربيه او سياره. والله العظيم في ناس دفعت فلوس رهيبه عشان ترشيه، عشان يهتم بيها، عشان يفضل معاها. انا هديلك فلوس، انا هشتري حبك ليه. تخيلوا. وانت عارفه ان الراجل اللي هو من النوع ده لما انت بتقدمي له حاجات كتير كده، خصوصا لو انت بتصرفي عليه او بتديله فلوس، انت عارفه ان هو بعد كده ما بيحترمكيش. انت عارفه ان هو كده بيشوفك واحده رخيصه. ليه؟ لان انت عملتي اختلال للتوازن الكوني. ليه؟ لان الراجل هو اللي المفروض يعمل معاكي كده، فهو هيشوف ان انت اللي خدتي مكانه، انت اللي عماله تجيبي لي هدايا، انت اللي عماله تعمليني، انت اللي عماله تجري عليا، انت اللي عماله تسحبي طاقه. طب انا لازمتي ايه؟ طب يلا مع السلامه، اجري بقى، امشي. فهي دي، انتوا لو فهمتوا الحته دي، النقطه دي، حياتكم هتبقى كويسه جدا. لازم ان انت زي ما بتاخدي تدي، ما خدتيش ما تديش خالص. لازم تشوفي من الشخص اللي قدامك افعال. انت عملت لي ايه عشان تكسب قلبي؟ انا قلبي غالي. الصراحه انا زي ما قلت لكم ان انا حزينه جدا من اللي انا بشوفه، ومن الستات اللي بتنزل بكرامتها تحت الارض، تمام، وبتبقى واصله لمرحله ان هي مش قادره تعيش من غير الشخص ده، وبتعمل عمايل في نفسها. مفيش دين ولا شخص ولا اي حاجه في العرف ولا في الدنيا يقبل باللي بيحصل ده. طبعا انا بكلمكم بخبره من يعني بقابل قصص كتير جدا في حياتي، كتير، لان انا زي ما قلت لكم انا استشاريه علاقات، فبشوف قصص كتير جدا على يعني في مر حياتي من زمان. بشوف حاجات فظيعه. الحاجات دي بتخلي الواحد اللي هو انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ انا عارفه ان انت نفسك تحبي وتتحبي، وعارفه ان نفسك
ان الشخص ان هو يحتويكي ويجيب لك هدايا ويديكي كلام حلو، بس ما توصلش لدرجة ان انت تيجي على كرامتك. الانسان بيبقى عنده احساس، الاحساس هو الشخص ده لو ما حبنيش لذاتي ليا انا ملوش لازمة ان انا احبه. لكن انت هتحبني عشان تستغلني، عشان انا مثلا معايا فلوس، عشان انا اقدر اجيب لك واجيب لك واجيب لك، عشان انا بنت مثلا وزير او بنت حد جامد ممكن انت تستفيد من ورايا. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. مين بقى الابراج الاستغلاليه، الاستغلاليه الاستقطاعيه؟ رقم واحد راجل برج الاسد. راجل برج الاسد من الابراج فعلا 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 الانانيه والطماعه. اوكي، انا عارفه ان انا هتهاجم كتير في الفيديو ده من رجاله الاسد، بس للاسف انتوا عارفيني وعارفين اسلوبي وعارفين طريقتي، ان انا واحده بدي في الوش على طول ما بخافش. راجل الاسد انا بقولها بعلو صوتي، راجل الاسد من الابراج الانانيه اللي بتحب نفسها. اوكي، الا اذا حبت بقى. لو حب راجل برج الاسد، حب بكل جوارحه وحب بكل ما ليه، اوكي، ساعتها بقى هتشوفي التضحيه على حق ربنا. هل انتوا تفتكروا ان انا مثلا ما فيش حد من رجاله الاسد جه خد معايا استشاره؟ لا، في رجاله اسد جم خدوا معايا استشاره، والصراحه كانوا بيحبوا بكل جوارحهم. ساعتها هنا عرفت ان راجل برج الاسد لا، يجي منه لما بيجي بيحب بيجيب الالماظ، بيجيب الماس، بيعمل اللي ما يتعملش، بيعمل مجهود الدنيا، بيروح يكلم الاب عشان يتجوز بنته، بيروح تحت شباك البنت ويكلمها يقول لها انا تحت البيت انزلي خدي هديه، انا جبت لك حاجه عشان اصالحك. بيعمل المستحيل، والله العظيم بيعمل المستحيل لما بيحب. لكن النوع التاني بقى اللي هو ايه اللي انا بتكلمكم عليه، اللي هو النوع الاستقطاعي ده اللي بيسيبك تتفلقي، ده شخص ما ينفعش ان انت تعيري له اهتمام خالص، لان هو من الاول زي في ريد لاينز، في سبوتات كده ظهرالك، حاجات بتعرفك ان الشخص ده لا، الشخص ده مش هو ده، مش هو ده الشخص اللي انا هكمل معاه حياتي. الشخص الاستغلالي ده اللي ما بيحبنيش لنفسي، هو ده اللي انا لا، ما ينفعش خالص ان انا اديله من حبي ومن عاطفتي من كل حاجه، وما ينفعش خالص ان انت تتعلقي بيه. الا اذا ادالك، الا اذا ان هو ادالك حاجه، او جابلك هدايا، او حاول ان هو يشتري خاطرك زي ما بيقولوا. لكن الشخص اللي ما بيشتريش خاطرك، انت تشتري خاطره ليه؟ انت قليله؟ ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ يعني الحلقه دي تنميه بشريه اكتر من انا بتكلم عن راجل برج الاسد. يعني انا بحاول اصحيكي، بصحيكي لنفسك، بصحيكي لانتي ايه، انتي ككيان ايه، انت تستحقي احلى حاجه في الدنيا، تستحقي الناس، تستحقي ان الراجل يسافر لك بلاد يبهدل الدنيا كلها عشانك. لكن ان انتي اللي تعملي، انتي اللي تاخدي دوره، انتي اللي تاخدي مكانه، لا، هيستحقرك وهيشوفك واحده قليله ورخيصه، وهيروح يدور على الغاليه، هيروح يدور على اللي تطلع عينه بحق ربنا، اللي تجننه، اللي ما تديلوش ضفرها. عارفين الضفر ده؟ ما تديهولهوش، يفضل وراها 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 لحد ما يعمل بقى يغور في داهيه ولا يشوف يروح فين. خلاص، فانتي لازم يا حبيبه قلبي تقدري نفسك اكتر من كده، واي حد ما يقدركيش ارميه في سله الزباله. لازم تتعودي ان انتي يكون في جنبك سله زباله، سله زباله مش سله زباله حقيقيه، لا، سله زباله في دماغك. الشخص اللي ما يقدرنيش خديه كده طلعيه من دماغك ويترمي في سله الزباله. ده تمرين على فكره. طلعي كده، تخيلي ان انت بتطلعي الشخص ده كده، الشخص ده اللي ايوه الشخص اللي في دماغك ده دلوقتي، بتطلعيه، غمضي عينك وطلعيه كده من الحته الشمال من دماغك. تخيلي ان انت ماسكاه بايدك وبتحطيه في الزباله، هيخرج. هعمل فيديوهات تانية طبعا ازاي تعملي موف اون، وازاي ان انت تتخطي علاقه سامه. خلاص تمام. بس طيب يا هدير، نتعامل ازاي بقى مع راجل برج الاسد؟ موضوع الحلقه عشان الناس تقول لي طب احنا متابعينك عشان تقولي لنا ازاي نتعامل معاه. التعامل مع راجل برج الاسد زي ما قلت، او انا ما قلتش لسه، هقول اهو، معلش سامحوني، انا
الموضوع ده بيخليني ان انا اتعصب شويه، لان اللي انا بشوفه، القصص اللي بسمعها مش هينه، مش هينه. حته الست اللي بتنزل من نفسها قوي، اللي بتخلي نفسها شرشوبه. عارفين الشرشوبه اللي بنمسح بيها الارض؟ بتبقى اقل منها كتير. فانا الصراحه بتضايق، ف ب... بزعل. فخليني كده بس الاول يعني اعمل تمرين تنفس كده 5 دقايق وارجع لكم تاني عشان اقدر اتكلم معاكم في الموضوع صح. هاي، انا رجعت لكم تاني. طيب، راجل برج الاسد يا هدير بيرجع ولا ما بيرجعش؟ بيرجع. وفي ناس كتير في الاستشارات الحمد لله رجاله اسد رجعت، بس في حاجه، انتي علاقتك معاه عامله ازاي؟ يعني انتوا دلوقتي 2 مرتبطين، اوكي؟ اسلوبك وطريقتك معاه في العلاقه كانت عامله ازاي؟ هل انتي كنتي من النوع المعطاءه زياده عن اللزوم؟ لو انتي كنتي من النوع المعطاءه قوي قوي قوي، مش هيرجع لك، او ممكن يرجع لما يحس ان اما يحس ان مفيش زيك بقى. لو هو فعلا بقى بيجري ورا الفلوس وبيجري ورا، لو انت كنت بتديله فلوس وبتديله حاجات كتير، تمام، ساعتها ممكن يجري وراكي عشان الموضوع ده. لكن ان هو يرجع عامة بقى لان هو بيحبك. هقول لكم على حاجة عن راجل برج الاسد. راجل برج الاسد لما بيحب واحدة ما بيسيبهاش. المعلومة دي ب1,000,000 جنيه. راجل الاسد لما بيحب واحدة اقسم بالله ما بيسيبها، وبيعمل المستحيل. والموضوع ده حصل قدامي. كان في زميل ليا يعرفه، زميلي ده كان راجل اسد. انا عايزه اقول لكم كان بيحب واحده وكان بيموت نفسه. راح اتقدم لها 5 مرات، كل مره اهله يرفضوه، يقول لا انا مش هستسلم، انا هروح اتقدم لها تاني، ويصلح من نفسه ويشتغل ويجيب لها هدايا ويقلب الدنيا ويجيب هدايا لاهلها ويعمل عمل سودا عشان ياخدها، عشان هو راجل، عشان هو عايزها وهي كمان كانت عايزاه. بس هي كانت مغلية نفسها، هي ما كانتش بتديله قوي. والله انا واحدة قاعدة يعني قاعدة زي الجوهرة كده في بيت اهلي، اللي عايزني يجيلي، وده الصح. لكن حتة ان انتي عمالة تبذلي في مجهود، عمالة علاقتك معاه بتحدد اذا كان هو هيرجع ولا لا. خصوصا بقى الست الزنانة، وما ادراكم ما الست الزنانة، الست اللي بتزن، الست اللي بتحرق عليه التليفون. يعني انت جاية تعملي كده مع راجل برج الاسد اللي هو اصلا بيزهق. يعني غلط 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 انك انت لما تبقي عايزة حد تقعدي تتصلي بيه 1,000,000 مرة. غلط بجد، هتوصليه لمرحلة ان هو يحتقرك. انا اسفة على الكلام القاسي اللي انا بقوله، بس والله العظيم هي دي الحقيقة. هيوصل لمرحلة القرف من ناحيتك. الانسان لما يبقى عايز واحد او يعني يجي يتصل بحد، هي مرة انا هتصل بيك مرة، اوكي؟ والله لو انت بتقدرني وبتحبني وانا مهمة بالنسبة لك هترد عليا من اول مرة. مشغول بقى والقيامة قامت وعندك شغل وما ينفعش ترد والدنيا بايظة معاك، مفيش مشكلة عادي. هو هيشوف المكالمة بتاعتي ان انا اتصلت بيه، هيجي بعدها لما يفضى يكلمني. لكن شغل بقى ان انا اقعد احرق عليه التليفون، دني 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 دني، ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ ايه الرخص ده يا جماعه؟ ما تخلونيش اطلع عن شعوري. انا لسه عامله تمرين تنفس خلتوني ان انا بجد اللي انا بشوفه ما ينفعش يحصل. ما ينفعش تنزلي من نفسك اكتر من كده. الراجل بيشوفك حاجه وحشه جدا، بتنزلي من نظره جدا. المكالمه تبقى مره واحده ما ردش عليكي، خلاص غرفه 60 داهيه. انا اتصلت بيك مره، هي مره ما ردتش، خلاص في نوتيفيكيشن هتيجي على التليفون ان فلانه الفلانيه اتصلت، هيشوفها. برضو للرسائل ما ينفعش ان انتي تكتبي لي العريضه اللي انتي بتكتبيها دي. يعني هو لو جينا في فضلك او جه مثلا تجاهلك
بتروحي انتي تعملي ايه بقى؟ تروحي انتي كاتباله عريضة. العريضة دي بتمليها من فوق، من الشاشة من فوق لتحت، وانا عملت لك ايه، واللي بينا، والظروف والجوابات، وانت كنت بتضحك عليا كل ده، وانت فين؟ طمني يا قلبي يا روحي، انا ما عنديش غير هموت من غيرك، انت فين؟ الكلام بقى اللي كله عتاب ده، اللي ما لا بيودي ولا بيجيب. انت عارفه الراجل لما بيجي يشوف الرساله الطويله اللي انت بتكتبيها دي ايه اللي بيحصل؟ انتوا عارفين الرجاله بيقولوا لي ايه لما بييجوا يتكلموا معايا في الموضوع ده؟ بيقولوا لي لما بنلاقي رساله طويله قوي كده ما بنقراهاش، اصلا ما بنقراهاش، احنا بنشوف اخر كلمتين. ليه؟ لان احنا الانثى دي ما بقتش مهمه بالنسبه لنا، يعني ست مش خلاص، يعني احنا يعني وصلت معانا المرحله ان احنا زهقنا منها. فهي مهما تكتب انا مش هقرا اللي هي بتكتبه، لو هيقرا اخر كلمتين في الرساله. ده راجل قال لي كده بالظبط، قال لي احنا بنقراش، راجل دلو الصراحه، قال لي كده، قال لي ما بقراش، وانا هتعب نفسي ليه؟ مضغور في 60 ده. ليه؟ لانك انت عماله تسحبي في طاقه وتديله، تسحبي في طاقه وتديله، ده غلط، ده غلط. راجل برج الاسد لما هيجي يتبرد عليكي وما يردش عليكي، المعامله تكون بالمثل، وما يكونش قبلها تكوني عملتي حته انك انت تعيطي له وتنهنهي والشغل ده. انت مسافه ان هو بدأ يغير معاملته معاكي، اختفي، دوسي على قلبك واختفي، هيتعدل. ليه؟ لان هو اتعوج عليكي، لانك انتي وصلتيه لمرحله ان انتي كل حاجه عماله صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء وكل شويه معاه. وراجل الاسد بطبيعته زهوق، بيزهق بسرعه. فدايما نصيحتي لاي واحده مع راجل برج الاسد مرتبطه بيه، لازم تحاولي على قد ما تقدري ان انتي يكون ليكي كارير، لازم يكون ليكي شغلك، لازم يكون ليكي حاجه معينه بتعمليها في حياتك، ما يبقاش هو كل حاجه. لازم تخلي لنفسك شخصيه وكيان، انزلي الجيم، اظبطي نفسك، خليكي قويه. ساعتها راجل برج الاسد لما يحس ان انتي بداتي تبعدي وبداتي تشتري نفسك وبداتي تعلي كرامتك، ساعتها هيقول ايه ده انا كنت بقرص عليها عشان تديني حاجه معينه انا كنت عايزها منها. ساعتها هيحترم نفسه وهيرجع يتكلم معاكي تاني. لما انتي بتستقوي الراجل بيحترم نفسه، لما انتي بتعملي نفسك خيشه هيدوس عليكي. خلاص، يبقى هنتعامل ازاي مع راجل الاسد لما يتبارد؟ المعامله بالمثل. انا هختفي، انتي ما تتعامليش بالمثل كمان، انتي تختفي اصلا من حياته، تختفي. والطريقه دي مجربه، الطريقه دي استخدمتها مع ناس كتير جدا والحمد لله نجحت. حته ان انتي خلاص انا هشيلك، انا مش انت بس الشخص اللي في حياتي اللي انا هموت من غيره. لو انت مش موجود انا مش هموت، انا مش هموت، انا عادي، اتس اوكي. حتى لو انت بتبيني ده من بره، حاولي برضو من جواكي ان انت تبيني ان هو تمام، مفيش مشكله، هبدا ان انا اعود نفسي ان انت مش موجود، عادي، هتعرف على شخص تاني. ايوه انا مع ان انت تتعرفي على شخص تاني، وما تجوش تقولوا هدير بتحرضنا على الفسق والفجور، لا، ده مش والله. هل الشخص دوت خاطبك؟ هل في دبله في ايدك منه عشان تخلصي له الاخلاص الفظيع ده كله؟ لا. لو لا، يبقى انت من حقك ان انت تتعرفي على 1 و2 و3. لكن لو انت مخطوباله وفي علاقه رسميه ما بينك وما بينه، في جواز، في خطوبه، ساعتها لا، ساعتها طبعا ما تروحيش تكلمي حد تاني. بس فرملي، عارفه لما انت تكوني سايقه عربيه وتفرملي، فرملي، لما تفرملي هتلاقي تعادل معاكي. خلاص، الموضوع ده مهم جدا ومجرب. دوسي وما يهمكيش، دوسي ومالكيش دعوه، دوسي وهاتيها فيا انا عارفه، انا مسؤوله عن كلامي، انا بقولك ايه. وحته ان انا لا مش قادره،
مش قادره. كلمه مش قادره دي انا مش عايزه اسمعها منكم خالص. حته ان انا مش قادره اسيطر على مشاعري، مش قادره على بعده، مش، لا. هتقدري، انت تقدري، انت تقدري. انت بس مشكلتك انك ضعيفه ومتعلقه. التعلق ده مصيبه سودا. عشان كده لما تيجي تخش علاقه من الاول خالص لازم ان انت تعملي كنترول في التعلق. انا ما بتعلقش بحد، انا اعلق ما اتعلقش، انا اعلق ما اتعلقش. ليه؟ لان انت وانس اتعلقتي خلاص كده الموضوع، انت هتبذلي مجهود فظيع عشان تفك التعلق. فاحنا ما نتعلقش يا حبايب قلبي، احنا ما نتعلقش. الرجاله هي اللي تجري ورانا، مش احنا اللي نجري وراها. اتعلموا كده، احنا نعلق ما نتعلقش. اكتبوا كده في الكومنتات، احنا نعلق ما نتعلقش. الموضوع ده مهم عشان حياتك بعد كده. هتلاقي الراجل المناسب ليكي هيجيلك وهيظهر لك، يعني قدامك هيظهر لك. بس مش لازم يكون ده اللي بايعك، اللي بيتجاهلك، اللي بيخونك. بالمناسبة راجل برج الأسد من الأبراج المزواجة، اوكي؟ راجل برج الأسد من الأبراج بتاعت الستات، معروف عنها، يعني طالع عنها إشاعة. طبعا مفيش إشاعة بتظهر عن حد إلا لما تبقى حقيقية، اوكي؟ راجل برج الأسد معروف عنه إن هو شخص خاين، شخص ما بيملاش عينه واحدة بس. هتلاقيه دايما ان هو يحب يعدد، رجل متعدد العلاقات. صعب جدا تلاقي راجل برج الأسد وعنده زوجة واحدة. الموضوع ده انا شفته كتير. لسه حد كان واخد معايا استشارة امبارح، والله العظيم. واحد جاي ياخد معايا استشارة، لسه يعني متجوز بقاله يجي 10 سنين وعنده عيال، وبيقول لي انا عايزه اتجوز واحده تانية، وفي واحده جننتني من بلد تانية وهتجوزها. قال لا، طب هي مراتك مقصره معاك في حاجه؟ لا مش مقصره، بس انا عايزه اغير. هو راجل الاسد كده. فنخلي بالنا يا جماعه من الدماغ نفسها، اوكي؟ ربنا معاكم. واي سؤال عايزينه اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وكان معاكم هدير، باي.